لا ترد ولا تستبدل، مش مجرد مسلسل، ده قصة إنسانة حياتها اتشقلبت 180 درجة بسبب مرض، وكل اللي حواليها اتكشفوا على حقيقتهم. ريم اتصدمت بمرض خطير محتاج زراعة كلى، ومن اللحظة دي حياتها بتدخل في دايرة خوف، انتظار، تعلق بأي أمل. نفسياً ده بيخلق قلق شديد، إحساس بالعجز، خوف مستمر من الفقد، ومع الأزمة بتكتشف إن الناس اللي حواليها كمان بتتغير، في اللي بيقرب وبيدعم، وفي اللي بيبعد لأنه مش قادر يتحمل الضغط، وفي اللي بيتلخبط بين حبه وخوفه. المسلسل بيوضح حاجة مهمة جدا، إن المرض مش بيختبر جسم المريض بس، لا ده بيختبر نفسية كل اللي حواليه، بيطلع ضعفهم، أنانيتهم أحيانا، قدرتهم أو عجزهم عن التضحية. وكمان بيورينا قد إيه إن الإنسان وقت الوجع ممكن يتمسك بأي حد يطمنه حتى لو مش هو الاختيار الصح، لأن الاحتياج العاطفي وقت الخوف بيكون أعلى من العقل. قصة لا ترد ولا تستبدل في حقيقتها عن الهشاشة الإنسانية، بتتكلم عن ناس بتحب بس بتخاف، وناس بتوجع غيرها وهي بتحاول تنجو، وكمان ناس بتضحي بحب ومسؤولية حقيقية لأنها قادرة نفسياً تتحمل الألم وتاخد قرارات صعبة مصيرية. المسلسل بيقول لنا إن أقصى الأوقات هي اللي بتكشف حقيقة العلاقات، وإن الصحة النفسية والوعي العاطفي مش رفاهية، وإنهم اللي بيحددوا طريقة تعاملنا مع الأزمات وقدرتنا على اتخاذ قرارات صح وإدارة مشاعرنا والحفاظ على العلاقات حتى في أصعب الظروف.